والتغيير الآن. كارفاخال يخرج في هذه اللحظات من عمر المباراة ويدخل في مكانه سيرانو. هذه لحظات وداع الأسطورة داني كارفاخال. لا يرحل مجرد ظهير أيمن، بل يغادر واحد من آخر المحاربين الذين قاتلوا من أجل الخميس حتى آخر نفس بالدموع. يغادر بعد 13 عاما من الوفاء من الأكاديمية إلى قيادة أعظم نادي في العالم. كتب خلالها كارفاخال اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ريال مدريد. الكل يصفق. كان لاعبا لا يعرف الاستسلام. كارفاخال يقاتل في كل كرة وكأنها الأخيرة، ويمنح الجماهير والأولاد الصغار في الكرة درسا في الشغف والانتماء قبل كرة القدم. رحيلة ليس نهاية لعب فقط، بل نهاية حقبة كاملة من الروح المدريدية الأصيلة. شكرا كارفاخال على العرق، على القتال، على الليالي المدريدية والليالي الإسبانية والليالي الأوروبية، وعلى كل مرة جعلت عشاق ريال مدريد يفتخرون بهذا القميص، وجعلت زملائك أيضا يفتخرون. يرحل في هذه اللحظات عن الملعب، لكنه سيبقى دائما في ذاكرة المدريديستا كأحد أعظم من دافعوا على هذا الشعار. كارفاخال يغادر أرضية الميدان تحت التصفيقات وبالدموع. هو يبكي والزملاء يبكون والجماهير تبكي. شكرا لك داني كارفاخال على كل ما قدمته، ليس فقط من الناحية الفنية كلاعب، ولكن حتى من الناحية الإنسانية. آخر مرة تطأ أقدام داني كارفاخال في مباراة رسمية مع ريال مدريد. لحظات للتاريخ. شكرا لكم يقول لهم هو كذلك، وهم يردون عليه بالتصفيقات والهتافات. شكرا لك داني كارفاخال على كل ما قدمته لريال مدريد. تشاو. انت اسمك كارفاخال، ولكن النادي هذا اسمه ريال مدريد. وهكذا يودع نجومه وابطاله ومن خدموه. محظوظ جدا داني كارفاخال انه يلعب في الريال. نعم، لاعبين كبار كانوا يحلمون باللعب في ريال مدريد، ولم تسمح لهم الظروف ولم يسعفهم الحظ.